أري لي ياسمين الكتاب، أري لي قواعد العشق الأربعون من مكتبة. المهم في هذا الفيديو هو تبان هاد الباب، هو يبان هاد الباب. انا ما عرفش القصه ديالي مع هاد الابواب لدرجه اي تليفوني عامر ابواب. نمشي لازمور المدينه القديمه نصور الابواب، نمشي للجديده لتحت نصور الابواب، اي مدينه مشيت لها ما عرفش اشنو يعني علاقتي مع الابواب. السلام عليكم. اليوم غادي نهضر على هذا الكتاب اللي هو ديال الروائيه التركيه اليف شفاق. المهم هي روائيه تركيه وهي صاحبه كذلك كتاب او روايه حليب اسود. المهم نعاود لكم بعجاله على قصه كيفاش غادي نتعرف على هذا الكتاب اللي هو من اعز الروايات عندي، لانه هو من الكتب اللي غيرات حياتي او اللي كتغير فيهم. يعني انا جالسه كنتغير بشويه بشويه. المهم انا غاده في هاد الرحله ديال التغيير. ما علينا. انا اول مره هاد الكتاب كنت سلفته مع واحد الصديقه كانت عندي في الخدمه. المهم انا ما كنتش كملته ورديته ليها واحد النهار وانا كنتمشى في السوق الاسبوعي. هنايا واحد السوق اسبوعي هنا في الحمراء في مولاي عبد الله، وانا نلقى عند واحد مول الكتب تيبيع الكتب ب30 درهم وانا نشريه. ولحد الساعه انا لا امل منه، يعني شي 5 سنين دابا، وكل مره كنعاود نقرا فيه شي شويه ولا شي فصل. هو بما انه واحد الروايه ما عندهاش شخصيه وحده او لا، يعني شخصيه اللي عندها البطوله مثلا في هذه الروايه، يعني كاين شخصيات متعدده. مهم وهذه الروايه فيها فصول وفيها واحد زمنين يعني منفصلين. الزمن الاول هو ديال 2008 والشخصيه ديال إلا وعزيز زهارة كاتب روايه الكفر الحلو والقرن يعني 1246 ميلادية، يعني في دمشق أو في سوريا. يعني كتجري الأحداث ديالها سوريا العراق وتركيا حاليا، مدينة قونيا يعني فين مدفون جلال الدين الرومي. انا غادي هاد الروايه ما غاديش نعاود لكم يعني التلخيص ديالها، وانما غادي نوقف على جوج القصص منها. ربما في قادم يعني الايام الا شفت الفيديو مثلا جاب تفاعل غادي نعاود لكم على يعني الحوايج اللي شدوني ولا اثاروني ولا اللي كيعجبوني فيها اكثر. هي كتعجبني كامله ولكن شي حوايج يعني عندهم علاقه بهاد الرحله ديال التغيير. الحاجه الاولى وهي رمزيه سن 40. الرمزيه ديال سن 40 في هذه الروايه. مثلا هاد إلا فاش غادا توصل 40 غادا تبدل حياتها، يعني من امراه عاديه، امراه يعني هي يهوديه يعني الدين، أربعينية، أم ل3 أبناء، توأم وبنت، وزوجها هو طبيب، وكتعيش رفقة في أمريكا رفقة الكلب ديالها. المهم أنها كتعيش يعني حياة روتينية، امرأة عادي يعني كتقابل دارها. ولكن واحد النهار غادي يجيها ايميل من صاحبتها غادي تقول لها راه الوكالة الأدبية خاصك ديري تقييم واحد الرواية ديال عزيز زهارة. عزيز زهارة هو مؤلف، يعني هو معروف فيه واحد الكاتب المتصوف وكيجول العالم. فاش كان كيجول العالم يعني في افريقيا غادي يتصاب بواحد المرض، او لو هو كان مصاب بالسرطان وغادي يتصاب بواحد يعني واحد العدوى هي اللي غادي غادي يموت. وغادي تنشأ واحد العلاقه ديال الحب بين هذا الكاتب يعني صاحب روايه الحلو الكفر الحلو وبين إلا، يعني من بعد ما غادي
تفارق على الزوج ديالها. هذه حاجة واحدة. يعني رمزية سن 40 يعني أن هاد السيدة غادا تغير حياتها في 40. وفي الإسلام أن الله تعالى غادي يكلف نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام في سن 40. وطوفان نوح غادي يمتد على مرور 40 يوما، وغادا تبدا حياة جديدة وولادة جديدة للبشرية آنذاك. وفي الثقافة البوذية أن بوذا كان يتأمل تحت شجرة الزيزفون 40 يوما. وأن في التصوف الإسلامي أن خاصك 40 يعني واحد المبدأ في حب الله تعالى ولا في التقرب إلى الله تعالى، يعني خاصك 40 مبدأ. يعني أن 40 عندها واحد الرمزية في كاع يعني في الموروث الإنساني، الثقافة البوذية مع نوح عليه السلام في الإسلام، في يعني كاع الثقافات عندهم عنده هاد الرقم ديال 40. فهو عنده واحد يعني واحد الرسالة. حتى فاش كنوصلوا 40 عام يعني عاد كيبدا يتبدل لينا الوعي ديالنا، تبدل لنا المفاهيم ديالنا، كنبداو في واحد رحلة البحث على الذوات ديالنا. وغادي نطرق يعني جوج مواضيع اللي غنهضر عليهم، يعني على إلا وكيفاش تغيرت حياتها في 40، وعلى واحد القصة ديال اننا ما نحكموش على الناس، وان الله تعالى هو اللي اعلم بالقلوب. والله تعالى يعني بالعربية التعرابت ولا بالدارجة اننا نحن لا نملك صكوك الغفران، باش اننا نبداو نفرقوهم على الناس. هذا كافر، هذا مسلم، هذا مزيان، هذا خايب، هذا متدين، هذا غير متدين. انا هذه الرواية بدلت لي المفاهيم كاملة. وبالاخص يعني احدى القواعد اللي كتقول إذا أراد المرء، أنا أقرأها لكم، إذا أراد المرء أن يغير الطريقة التي يعامل فيها الناس فيجب أن يغير أولا الطريقة التي يعامل فيها نفسه. وإذا لم يتعلم كيف يحب نفسه حبا كاملا صادقا فلا توجد وسيلة يمكنه فيها أن يحب. لكن عندما يبلغ تلك المرحلة سيشكر كل شوكة يلقيها عليه الآخرون، فهذا يدل على أن الورود ستنهمر عليه قريبا. نعم، كيف يمكن للمرء أن يلوم الآخرين لأنهم لا يحترمونه إذا لم يكن يعتبر نفسه جديرا بالاحترام؟ هذه القاعدة قالها شمس التبريزي. يعني الشمس التبريزي هو المعلم ديال جلال الدين الرومي. حتى من بعد ولا في فيديو آخر ونعاود نشرح لكم الرواية، اولا نتوما راه تكونوا على علم بها. مهم ان في هذا الجزء ديال هذه القاعده ان واحد الباغي اولا كانت واحد دار الدعاره، يعني في واحد المبغى كيتسموا المبغى، وكانت واحد يعني واحد المومس يعني تعمل في هذه الدار البغاء اسمها وردة الصحراء. يعني سمات الراس ديال نفسها وردة الصحراء. يعني وبعد يعني مجيء شمس التبريزي من العراق من تكية في بغداد إلى قونية بحثا على جلال الدين الرومي، غادي يستضيف أولا في الطريق ديالو غادي يلقى هاد المبغى وغادي يبغي يدخل يعرف اشنو كاين، وغادي تبان ليه هاد المومس. وفي يعني في فصول أخرى من هاد الرواية يعني ان هاد المومس واحد النهار غادي تنكر اولا تلبس واحد اللباس يعني رجالي وغتمشي تصنت احدى خطب ديال جلال الدين الرومي في المسجد. يعني غادي تنكر، ولكن يعني فاش كانت كتصنت فاحدهم يعني غادي يعفط على الوشاح ديالها، يعني وكان عنده واحد الشعر اللي هو جميل، وغادي يعني غادي تميل ليها العمامه ديالها. فإذا يعني أن واحد الشخص اللي في الصف الأمامي وغادي يشوفها، وواحد غيبقى يقولها لواحد في المسجد، وغادي ينوضوا يطاردوها وغادي يبغوا يقتلوها، اقتلوا تلك العاهرة هذه كذا كذا. ولكن شكون هو اللي غادي يدافع عليها؟ يعني هو شمس التبريزي.
هو اللي غادي يعني يدافع عليها، وما يخليوش يعني هذاك الناس كاملين اللي تجمعوا عليها انهم يأذيوها. وهي غادا تبقى هاربه وغتهرب يعني في دروب المدينه، يعني باش تخبى عليهم. وغادي تلاقى مع شمس التبريزي، وغادي يعاود قالت لي انا عاهره، يعني الناس انك يشوفوني انا. فغادي يقول لها انتي راكي انقى، يعني خاصك ترجعي للذات ديالك، راه انت في الاصل راكي نقيه وطاهره. وغادي يعطيها واحد يعني واحد المنديل صغير، غادي يقول لها باش هاد المنديل انه يذكرك بصفائك، وبعدي على هذيك المبغى وغادا تلقاي يعني الطريق ديالك. هربي من هذاك المبغى اولا ديك دار الدعاره، وتما غادي تلقاي الطريق ديالك، وان الله تعالى راه يبغيك، وان الناس ما خاص حتى شي حد يعني يكون يملك داك السكوك الغفران يبدا يفرق على الناس ولا انت فاعل. يعني ان الله تعالى راه هو اللي كيحكم على الناس. يعني هذا ما استفدته يعني من بين الحويجات اللي اثروا فيا وغيروا لي التفكير. انا بزاف كنا كنشوفوا يعني كتبقى تفرق الاحكام، وهذا يعني يا رب تسمح لينا ماشي منا حنا، وانما هما يعني ان المجتمع ورثنا بزاف ديال الحوايج خايبين وكنعلموهم حتى لوليداتنا. هذوك الاحكام المطلقه اولا كل واحد كنلصقوا عليه واحد التيكيته، يعني فيها بزاف ما يدار. يعني انصحكم بقراءتها، وبالاخص اللي بغى يقراها تيقرب ال40 عاد غادي يفهم، لان ال40 هو واحد السن فاصل. ربما حتى انا الله تعالى الهمني وبديت كنتبدل في سن ال40، يعني قبل ال40 انا في 39 عام، يعني قريبه على مشارف ال40. يعني ال40 عاد غادي يفهمها مزيان. يعني كاينين الناس قراوها قبل ما غاداش تعجبهم، غيقولوا ان فيها الالحاد، وفيها كيفاش كتجرد الله تعالى وكتقول ان الله تعالى يعني كيبغينا بكل اخطائنا واغلاطنا وبزاف الحاجات. ولكن فاش غادي توصل 40 وتبدا في رحله الوعي، فغادي تجيك روايه يعني جميله جدا. انا بالنسبه لي روايه باش تعرفوا انني راه سنين وانا كنقرا وهي بدات كتقطع، ولكن هذه الروايه يعني انا من معجبين الكاتبه إليف شافاق. هذه إليف شافاق تركيه، يعني فانا من معجب. نتمنى تقراوها بعين النقديه، بعين التي تحب جميع مخلوقات الله تعالى، لاننا احنا متشاركين في هذا الكون. المهم هي فيها بزاف ما يتقال، ربما في فيديو باش ما نطولش الفيديو، ربما في فيديو اخر يعني نشرح لكم او لا نقول لكم اشنو استفدت منها من غير هاد جوج الحويجات. رمزيه سن 40 واحدى القواعد اللي هما 40 قاعده، انا قريت غير قاعده واحده ديال اننا خاصنا نتعلموا نحترموا نفسنا حنا الاولين، وكيفاش الطريقه كيفاش كنهضروا مع نفسنا باش باش الناس هما يتعلموا يحترمونا. يعني ان الاحترام يفرض، ماشي نستجدي الاحترام وانما نفرضه على الاخرين. يعني الا بغيتي الناس يحترموك خاصك انت اصلا الطريقه باش كتهضر مع راسك راه هي الاساس. دمتم بخير.